تفاصيل وفاة المطرب أحمد عدوية ومحطات سريعة من حياته. توفي يوم الأحد 29 من ديسمبر عام 2024 المطرب الشعبي أحمد عدوية عن عمر 79 عاما، وقد أعلن الخبر ابنه محمد عدوية عبر الفيسبوك قائلا: الله يرحمك يا بابا، رحم الله طيب القلب حنون القلب جابر الخواطر. والمطرب أحمد عدوية هو من مواليد محافظة المنيا عام 1945. بدأ حياته كمطرب في شارع محمد علي، وفي عام 1972 كانت انطلاقته حينما شارك في حفل عيد زواج الفنانة شريفة فاضل، ليبدأ المخرجون في الاستعانة به في الكثير من الأفلام كمطرب وكممثل أيضا. تزوج أحمد عدوية من ونيسة عاطف عام 1976 وأنجب منها ولد هو محمد، وبنت هي وردة، واستمر زواجهم حوالي 48 عاما حتى وفاة زوجته ونيسة عاطف في مايو عام 2024. تعرض عدوية في بداية التسعينات لحادث شهير، أصيب بعده بالشلل لفترة ثم عاد مرة أخرى في مناسبات قليلة.